بيبدأ الفيلم في شيكاغو في مطار أوهيري الدولي في توقيت أعياد الكريسماس. بنشوف ليلى اللي بتكون مسافرة عشان تقضي الكريسماس مع خطيبها، وبتتفاجئ لما بتلاقي إن رحلتها اتأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الثلجية. وبتتصل ليلى بتانر خطيبها وبتعرفه إنها ممكن تتأخر شوية أو ممكن يحصل معجزة وتوصل في ميعادها ويقضوا الكريسماس سوا ويحضروا الحفلة اللي بيحضروها كل سنة في الكريسماس لبنتاتونكس الباند اللي بيحبوه. بعدها بتدخل ليلى بوفيه مفتوح بيكون خاص برجال الأعمال، وبتخبط في شخص بتقع منه هدايا كان جايبها، وبيتكلموا مع بعض شوية عن الأكل اللي في البوفيه وبيمشي الشخص ده. بعدها ليلى بتقابل واحد اسمه جيمس وبتقوله إنها بتشتغل مع مؤسسة غير هادفة للربح بغرض تعليم السود، وبيقعدوا يرغوا شوية مع بعض. بعد كده ليلى بتطلع من شنطتها حاجة وبتتفاجئ إن فيه هدية من هدايا الشخص اللي قابلته عند البوفيه، وبتاخدها لأنها مش لاقيها عشان ترجعها له. وبيقعد ليلى وجيمس يسمعوا مع بعض أغنية لبنتاتونكس، وبعد شوية بيقول جيمس ليلى إن ميعاد طيارته قرب وإنه لازم يطلع يركب، وبيقول لها إنه حس إنهم ممكن يكونوا منسجمين مع بعض، وإن لو في احتمال إنها تكون سنجل ممكن نتقابل السنة الجاية في حفلة الباند اللي هي بتحبه. لكن هي بتقوله إن ده مستحيل لأنها فعلا مرتبطة وبتحب الشخص اللي هي مرتبطة بيه. فبيقول لها إن لو حصل إن انتي انفصلتي خلينا نتقابل السنة الجاية، وبيتفقوا إن خلال الفترة دي ولحد الكريسماس السنة الجاية محدش فيهم يدور على التاني ولا حتى من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبيودع جيمس ليلى وبيمشي. وبعد سنة وفي نفس توقيت الكريسماس بتكلم ليلى صاحبتها روكسي وبتقول لها انها هتعمل مفاجأة لتانر بكرة وانها مش هتعرفه انها رايحه له. وفعلا تاني يوم ليلى بتروح لتانر وبتتفاجئ لما بتلاقيه بيخونها في بيتها وبتطرده، وبتقرر طبعا انها تنفصل عنه وبتقضي الكريسماس مع روكسي. ليلى وروكسي بيقعدوا يتكلموا مع بعض وليلى بتكون مصدومة من اللي تانر عمله معاها. بعد شوية بيتكلموا عن جيمس وبتقول انهم اتفقوا يتقابلوا في حفلة بنتاتونكس لو هما الاتنين كانوا عزاب، وبتقرر ليلى انها تقابله. وبتفضل روكسي تدور على الاكاونت بتاعه لكن مش بتقدر توصله. بعد كده ليلى بتفتكر انها لاول مرة ما تشتريش تذاكر بنتاتونكس السنة دي لان تانر كان عايز يحضر حفلة تانية، وبيحاولوا يدوروا على تذاكر للحفلة بسرعة لكن بيلاقوا انها كلها اتباعت. فروكسي بتقول لليلى خلاص هو كده كده اصلا ممكن يكون اتجوز وخلف. وفي الوقت ده بتلاقي ليلى صورة لجيمس وهو شاري التذكرة ومحطوطة على الموقع، فبتقول لليلى ان مستحيل يكون اتجوز وجاي الحفلة اللي اتفق ان احنا نروحها مع بعض لو احنا الاتنين سنجل. وبيفضلوا يدوروا على تذكرة للحفلة كتير في كل المواقع لحد ما بيقدروا يوصلوا لواحدة معاها تيكت وهتبيعها ب $2500. لكن المشكلة ان ليلى مش معاها فلوس تكفي ولا كمان روكسي معاها انها تسلفها، لحد ما روكسي بتعرض على ليلى شركة وسيطة ممكن تجيب اي حاجة لأي حد في اي وقت. فبيقرروا انهم يروحوا الشركة دي الصبح، وفعلا بتروح ليلى الشركة ولويس مديرة الشركة بتطلب من موظف اسمه تيدي انه يكون هو المسؤول عن طلب ليلى. لكن المشكلة هنا ان تيدي شغله مش قد كده ودي هتكون فرصته الأخيرة عشان يفضل شغال في الشركة. وبيروح تيدي عشان يقابل ليلى فبتحس انه مش هيعرف يساعدها، وفعلا بيفضل يدور على مواقع كتير اللي هي تقريبا نفس المواقع اللي ليلى كانت بتدور فيها، وطبعا مش بيلاقي اي حاجة. لكن بيقول لليلى انه عارف حد هيساعده وبيكون هيروح له، لكن ليلى بتصمم انها تروح معاه لان حياتها متوقفة على التيكت ده. وبينزلوا يلحقوا الشخص ده اللي هو قال عليه، ولما بيروحوا بيلاقوا ان الكشك بتاعه مقفول. وفي نفس الوقت اللي هم فيه مع بعض واحد بيكلم ليلى وبيقول لها انه عنده تيكت للحفلة وبيكون قريب من المكان اللي هم فيه، وتيدي بيبعت مسج لحد برضه عشان يساعده. وتيدي بيحاول يقول لها انه الشخص مش مضمون وكمان المكان ده مش مضمون قوي، بس ليلى بتصمم انها تروح، وفعلا بتروح للمكان اللي الشخص قال لها عليه وبيفضل يساومها على فلوس التيكت لحد ما بيوافق انه يديها لها مقابل الفلوس وسلسله معاها. وبيبعت لها التذكره فعلا وبيكون خلاص هيمشي، بس تيدي بياخد باله ان التيكت ده بتاع السنه اللي فاتت مش السنه دي، وبيجري تيدي يمسكه بسرعه قبل ما يهرب. بس للاسف ليلى بترش عليه من السيلف ديفense بتاعها اللي بيكون كله شطه، والرش كله بيجي في تيدي واللي باع التيكت بيقدر انه يهرب. بعد كده بنشوف فرقه بنتاتونكس وبنعرف ان اللي تيدي بعت لها المسج دي تبقى مديره اعمال ومنظمه حفلات الفرقه واسمها بيكا. وبيبعت لها كمان صوره ليه وهو عينه مقفوله من الشطه عشان يوريها قد ايه هو محتاج التيكت دي فعلا. وبتوريها للفريق وبتقول لهم انه عايز تيكت لحفلتهم باستماتة. شويه منهم بيفضلوا يتريقوا عليهم وواحده منهم بتاخد الموبايل بتاعها عشان تشوف المسجات. بعد كده بنشوف ليلى وتيدي قاعدين مع بعض وبتحكي له قابلت جيمس ازاي، وبيقول لها انه وصل لحد معاه تيكت ومنتظر رده. وفعلا الشخص ده بيبعت له وهم قاعدين مع بعض وبيطلب انه يقابله، وبيمشوا بسرعه عشان يقابلوا الشخص اللي معاه التيكت ده. وبيدخلوا مكان فخم جدا لدرجه ان هم بيكونوا مبهورين ومش مستوعبين ايه المكان ده. وبيقابلوا الراجل اللي بنعرف ان اسمه جافير ومراته ناتالي
ناتاشا، وبيكون شكلهم غريب جدا ولبسهم غريب وبيتكلموا كمان بطريقة غريبة، لدرجة ان ليلى وتيدي بيكونوا قلقانين منهم. وبتطلع ليلى مع ناتاشا عشان تفهم هي محتاجة التيكت في ايه بالظبط، وبتخليها تختار معاها فستان لمصمم عالمي. وتيدي بيدخل مع جافير بلكونة في الدور ال86 عشان برضه يتفق معاه على التيكت، بس تيدي بيكون خايف جدا. وبتحكي ليلى لناتاشا القصة كلها، وان حبيبها خانها قبل الكريسماس ب3 ايام، وان في شخص هتقابله في الحفلة كانوا متفقين من السنة اللي فاتت انهم يتقابلوا لو هما الاتنين سنجل. وناتاشا بتقول لها ان هي ناقصها حاجة، وبتفضل تقلب في الفساتين، وفي الاخر بتختار لها فستان من المجموعة العالمية اللي قدامها، وبتقول لها ان ده بقى بتاعها. لكن ليلى مش بتكون عايزة تاخده، لكن ناتاشا بتصر ان هي تديهولها. وفي الوقت ده تيدي وجافير بيجوا، بيقول لها تيدي انهم لازم يمشوا بسرعة لان جافير هيديهم التيكت، لكنه طالب منهم حاجة يعملوها الاول باقصى سرعة. وبتاخد ليلى الفستان وبتحضن ناتاشا وبيمشوا بسرعة، والمهمة بتكون انه هيديلهم التيكت مقابل انهم يجيبوا شنطة معينة من براند شانيل. وبيبدأوا رحلة البحث عن الشنطة، وبيبدأ ليلى وتيدي يقربوا من بعض شوية، وبيوصلوا للمكان اللي هيشتروا منه الشنطة، وبيكون فيه طابور كبير مضطرين انهم يستنوا فيه، وده لان الشنطة دي خاصة بموسم الكريسماس وكل الناس عايزة تشتريها. وبيقفوا ياخدوا دور، وبيفضل ليلى وتيدي يتكلموا عن حياتهم ويهزروا مع بعض لحد ما بيوصلوا لجوه المتجر، لكن لسه دورهم مجاش. وبيكون في واحدة ست بتتخانق مع بنت شغالة في المكان اسمها ميكيلا عشان بتقول لها تقف في الصف زي الباقيين. وفي الوقت ده تيدي بيتدخل وبيقول لها انها قليلة الذوق، وبيجبرها انها تقف في الطابور زي الناس. وميكيلا بتشكره وبتعرض عليه اي مساعدة وبتمشي. ولما بيرجع تيدي ليلى بتقول له ان البنت دي اعجبت بيه، وبتقول له يطلب رقمها عشان يقضوا كريسماس مع بعض. لكن تيدي بيكون مكسوف شوية وبعدين بيروح لها. وفي نفس الوقت ليلى بتتكلم مع ولد صغير وابوه في الصف اللي جنبها، والولد بيقول لها انه باباها يجيب الشنطة لمامته لانها تعبانة جدا وكان في احتمال انها تموت، وهم عايزين يفرحوها على قد ما يقدروا. ولما بيرجع تيدي بيقول لها انه عنده مفاجأة، وان متبقي شنطة واحدة بس من المجموعة، وان ميكيلا حجزتها لهم خلاص. لكن ليلى بتقول له انها خلاص مش عايزة الشنطة ولا التيكت، لان في حد اولى بالشنطة دي منها. تيدي بيقول لها ان ده شغله وانها محتاجة التيكت وانها كده هتضيع الفرصة، لكن ليلى بتكون مصرة انها خلاص مش عايزة التيكت. وهم واقفين بيتناقشوا بتيجي ميكيلا وبتديهم الشنطة، لكن ليلى بتقول لها ان في حد اولى منها، وبتشاور لها على الراجل وابنه. وميكيلا بتقول لها ان دي جوانتيات عشان الناس ما تركزش معاهم، وبتقول لها ان الشنطة خلاص خلصت ومش باقي غير المعروضة بس. في الوقت ده الناس كلها في المتجر بيتخانقوا على الشنطة دي، وليلى بتاخد الجوانتيات وبتمشي هي وتيدي، وميكيلا بتدخل الراجل وابنه عشان تديهم الشنطة اللي كان تيدي وليلى هياخدوها. تيدي بيفضل طول الوقت يبعت لباكا كل اللي بيحصل معاه هو وليلى، وكريستين بيكون معاها الموبايل وبيفضلوا يقروا المسجات، وبيحسوا منها ان تيدي معجب بليلى. وبيقولوا لبعض انهم كانوا عمالين يشجعوا قصة ليلى وجيمس، لكن في الواقع هم المفروض يشجعوا ليلى وتيدي. لكن سكوت بيكون عنده رأي تاني خالص، وانها المفروض بعد صدمتها في تانر المفروض انها تاخد وقتها قبل ما ترتبط تاني، بس بيتجاهلوه كلهم وبيسيبوه يقوموا. وروكسي برضو بتكلم ليلى وبتقول لها هي ازاي عملت كده وضيعت الفرصة دي، فقالت لها نفس الكلام، انها تعاطفت مع الولد ومامته وحست ان هم اولى بالشنطة وقصتهم كانت مؤثرة اكتر. بس تيدي كمان بيقول لها ان بسبب اللي هي عملته ده هو ممكن يخسر شغله خالص، فبتقول له ما يقلقش لانها تديله تقييم عالي. بس كمان ليلى بدأت تحس ان القدر مش عايزهم يتقابلوا هي وجيمس، وان لو كان مقدر لهم انهم يتقابلوا او يبداوا قصتهم ما كانش هيبقى الموضوع بالصعوبه دي. لكن تيدي بيفضل يديها امل وبيقول لها ان لسه 29 ساعه وممكن يجربوا تاني. وبالليل ليلى وتيدي بيركبوا مع بعض عجله متزوقه بزواق الكريسماس عشان تيدي يروح ليلى، وبيسمعوا مع بعض اغنيه البنتاتونكس، وتيدي بيقول لها ان هو كمان من معجبينهم مش هي بس، وبيهزروا ويضحكوا مع بعض هما الاتنين وبيكونوا مبسوطين جدا. وبيروحوا البيت روكسي. تيدي في الوقت ده بيقف عشان يعمل لهم عشاء، بعد ما بيخلص بيقولوا له ان الاكل حلو جدا، وبيستغربوا انه كان شغال في مطعم 5 نجوم وازاي ساب شغله في المكان ده. فبيقول لهم انه اضطر يرجع البلد لان امه تعبت وكانوا محتاجينه. وليلى بتفضل تقول له انها حاسه انها شافته قبل كده بس مش عارفه فين بالظبط. وبيتكلموا عن مطعم راحته في الكريسماس اللي فات، وهو بيقول انه ممكن يكون هو اللي كان بيعمل الاكل في الوقت ده لانه كان شغال في المطعم ده. وهم قاعدين بيتكلموا بيجيله مسج من واحد قريبه انه معاه تذكرتين لبنتاتونكس، وكل اللي هيعملوه انهم هيروحوا لبيت امه في بروكلين. وعلى طول ليلى وتيدي بيروحوا البيت، وبيقابل ابن خاله جوردي اللي بيقول له ان موضوع التذاكر معقد شويه. وبيقول لهم جوردي ان في مسابقه للتظاهر بالغنى اسمها سنوبول، وانهم لو فازوا بيها هيكسبوا تذاكر لحفله بنتاتونكس، وده لانه بيدخل المسابقه دي كل سنه، لكن السنه دي هم مانعينه من المشاركه فيها بسبب انه السنه اللي فاتت كان في المركز الثاني وقطع اطارات السياره بتاعه الفائز الاول، وبالتالي هو عايز تيدي وليلى يشاركوا عشان يكسبوا. وبعد محايلات من جوردي بيوافقوا انهم يدخلوا المسابقه، وبيبدأ جوردي يعلم تيدي وليلى الرقصة ويعملوا ايه بالظبط.
وبيكونوا مش عارفين في الأول، لكن جوردي ما بيفقدش الأمل وبيفضل مكمل تعليم فيهم شوية، ومش بيكونوا عارفين يعملوا الحركة لدرجة ان ليلى كانت هتقع، وبعد شوية محاولات بينجحوا انهم يعملوا الحركة اللي بيعلمها لهم. بعد شوية تيدي بتناديله عشان يعمل لها كريم بروليه، وبيروح تيدي عشان يعمله وليلى بتروح معاه. في الوقت ده ليلى بتمسك زي فنجان وبتفتكر ان دي نفس الهدية اللي الشخص اللي قابلته في صالة المطار وقعها في شنطتها بالغلط، وبتفكر ليلى تيدي بنفسها وفعلا بيفتكرها، وبيعملوا مع بعض كريم بروليه وتيدي بيعلم ليلى تعمله ازاي، وبيكونوا مندمجين على الاخر. وليلى بتقول له انه شاطر جدا وانه لازم يفتح مطعم، لكن هو بيقول لها ان مطاعم كتير بتقفل كل سنه وانه مش مستعد يخوض التجربه دي، لكن هي بتفضل تشجعه وتعرفه قد ايه هو شاطر. وفي نفس الوقت امه بتيجي وبتقول له انها بقت كويسه وما بقتش محتاجاه خلاص، وانه لازم يرجع شغله تاني. تاني يوم الصبح ليلى بتكون نايمه على الكنبه وتيدي بيبص عليها وهي نايمه، بس بيجي جوردي يقطع اللحظه دي وبيصحيها عشان لازم يستعدوا بسرعه للمسابقه، وبيروحوا للمكان اللي هيعملوا فيه العرض. وليلى بتكون مستغربه المناظر اللي موجوده، وبيجي واحد عارف جوردي من المسابقات اللي قبل كده وبيقول له ايه اللي جابه، فبيعرفه انه مدرب لتيدي وليلى، بس بيفضل يتريق عليه. وبعدها بيروحوا يستعدوا عشان دورهم قرب خلاص، وبيكونوا قلقانين جدا لان كل الموجودين ادائهم عالي جدا عنهم. وبيجي دورهم وبيبداوا العرض بتاعهم، والناس بتكون متحمسه معاهم جدا وبيشجعوهم اكتر من عروض تانية كتير. واول ما خلصوا العرض حضنوا بعض والناس كانت بتسقف لهم، وجوردي بيقول لهم ان تمثيلهم كان حلو، لكن من الواضح كده انهم ما كانوش بيمثلوا ولا حاجه، وبيفضلوا يبصوا لبعض نظرات كده كلها اعجاب. وبتيجي اللحظه اللي هم مستنيينها، وهي اختيار الفايز بالجائزه اللي معظمها هيكون بناء على استجابه الجمهور للعروض اللي اتقدمت. وبينادوا على افضل 3 عروض اللي من ضمنهم بيكون ليلى وتيدي عشان يختاروا منهم واحد بس الفايز بالجائزه، لكنهم للاسف بيفوزوا بالمركز الثاني. فرقه بنتاتونكس في الوقت ده بيكونوا لسه متابعين ليلى وتيدي، وبيكونوا بيتفرجوا على مسابقه سنوبول، وجزء منهم بيكون شايف ان في حاجه بتحصل بين ليلى وتيدي، وجزء تاني بيكون شايف انها كده هتخسر قصتها مع جيمس، وانهم لو كانوا يقدروا يساعدوهم كانوا عملوا كده، لكن للاسف حتى التذاكر الخاصه بيهم هم شخصيا كلها اتوزعت. وبتدخل عليهم بيكا وهم بيحللوا علاقه ليلى بتيدي، وبتقول لهم ان في حد اعتذر عن حضور الحفله وبكده بقى معاهم تيكت زياده، وبيقولوا انهم كده ممكن يدوا التيكت دي ليلى، لكن برضو بيفضلوا منقسمين وبيقولوا ان ممكن يكون قدر ليلى انها تكون مع تيدي، وانها لو حضرت الحفله وجودها مع جيمس هيكون مجرد تشتيت ليها مش اكتر. وكيفن بيقول ان ده قرار ليلى ومش من حق اي حد فيهم يقرر لها هتعمل ايه. بعد كده بنشوف تيدي وليلى بيتكلموا عن اللي حصل اخر الرقصه، وبداوا يعترفوا لبعض ان كل واحد فيهم حس بحاجه. بس بيجي جوردي وروكسي في الوقت ده وبيقول لهم انه اتبعت لتيدي على موبايله تيكت لبنتاتونكس، وان ليلى لازم تستعد بسرعه عشان تلحق الحفله. جوردي بقى بيقول لهم حاجه غريبه جدا، ان الشرط عشان ليلى تاخد التيكت بتاع الحفله ان تيدي يعمل دور بابا نويل في العرض بتاع بنتاتونكس، وطبعا مش بيكونوا فاهمين ده ليه، لكن الاكيد ان بنتاتونكس قصدوا يعملوا كده عشان ليلى تختار بين تيدي وجيمس. وليلى بتركب تاكسي بسرعه مع روكسي عشان تلحق تجهز، وبتفضل باصه على الباب كانها بتودع تيدي. تيدي بقى مش بيكون عايز يروح يعمل بابا نويل، وجوردي بيفضل يزن عليه وبيركبوا تاكسي عشان يروح الحفله. ليلى وهي بتجهز بيجيلها ايميل عشان تقيم شغل تيدي لان مهمته خلاص خلصت، وروكسي بتقول لها انها هترد هي على الميل ده عشان هي تلبس بسرعه. ولما ليلى بتقول لها على الاجابات بتفضل تشكر في تيدي بطريقه غريبه جدا، وروكسي بتستغرب انها بتتكلم عنه بالطريقه دي، وبتقول لها ان التقييم بتبقى اجاباته يا يا لا، مش كل اللي انت بتقوليه ده. بنتاتونكس كمان بيكونوا بيجهزوا عشان حفلتهم، وبيوصل تيدي للباب الخلفي للمسرح وبتقابله بيكا وبتدخله، واول ما بيدخل بيشوف كل اعضاء بنتاتونكس وبيكون طاير من الفرحه لانه اول مره يشوفهم في الحقيقه. وبيقولوا له انهم اصلا مش عايزين بابا نويل لانهم عندهم واحد، هم كانوا بس بيدوروا على سبب عشان يجيبوه، وبيسألوه على طول لو هو معجب بليلى لانهم تابعوا كل القصه من اولها، وان لو هو معجب بيها يبقى ما ينفعش انها تقابل واحد تاني. تيدي بيسرح في كلامهم ومش بيرد عليهم. وفي نفس الوقت ليلى بتقول لروكسي ان تيدي لطيف وبيحافظ على مشاعر الكل وكلام كتير من ده، وبتقول لها انها حاسه انها بتحبه وان القدر كان بيوصلها لتيدي مش لجيمس، وبتقول لها انها خلاص هتروح لتيدي عشان تعترف له بحبها. وبتجري ليلى عشان تشوف تيدي، وفي نفس الوقت بيكون جيمس وصل وجايب ورد ومستني ليلى. واول ما بتوصل ليلى بتدخل تسال ممكن تلاقي تيدي فين، وبيقولوا لها انه اكيد في الكواليس وانها مش هتعرف تدخل، لكن ليلى بتتجاهل كل الكلام ده وبتطلع تجري. وفي الوقت ده بتخبط في جيمس وبتقول له انها بتحب واحد تاني وانها مش جايه الحفله عشانه، وانها لازم تلحق الشخص اللي هي بتحبه، وبتسيبه وبتمشي من غير حتى ما يرد عليها. واول ما بتمشي ليلى بتيجي واحده كان مستنيها جيمس، وبيتضح ان هو اصلا مرتبط بواحده تانية خلاص، وان هو ما كانش مستني ليلى ولا حاجه.
حفلة بنتاتونيكس بتكون بدأت خلاص، وليلى بتفضل تدور على تيدي وهو بيستعد عشان يعمل دور بابا نويل، ولما بتروح الكواليس كمان مش بيرضوا انهم يدخلوها، وبتفضل ليلى تسترجى في الأمن عشان يدخلها لكنه بيرفض خالص. وبيجي دور تيدي اللي المفروض ينزل من المدخنة عشان يدخل المسرح، بس بيبقى خايف والفرقة بيكونوا مستنيينه لأنه جزء من العرض، وبيكا بتفضل تشجعه انه لو فعلا عايز ليلى يبقى لازم ينزل ويلحقها قبل ما تقابل جيمس. وفي الاخر تيدي بيقتنع وبينزل وبيقلع بدلة بابا نويل، وبيبدأ يتكلم تيدي عن ليلى على المسرح وبيعترف لها بحبه، وليلى بتسمعه وبتجري عشان تدخل الحفلة، لكن الأمن اللي على الحفلة بيقول لها انها ما ينفعش تدخل قبل الاستراحة، فبتدور وشها وبتخدعه وبترجع تجري وبتدخل الحفلة. لكن ليلى لما بتتأخر في الرد على تيدي بيفكر انها خلاص مش موافقة، وبيلف وبيكون هيمشي من على المسرح، وفي اللحظة دي ليلى بتدخل وبتنادي على تيدي وبتقوله انها كمان بتحبه، وبيحضنوا بعض والناس بتسقف لهم، حتى جيمس بيقول لحبيبته ان دي البنت اللي قابلها في المطار وبيكون متحمس جدا. وبنتاتونيكس بيطلبوا منهم انهم يطلعوا على المسرح عشان يغنوا معاهم الأغنية الجاية، وبيطلعوا على المسرح وبيرقصوا مع بعض وبيكونوا مبسوطين لدرجة ان هم مش حاسين بالعالم حواليهم. وبس بيخلص فيلمنا على ان أقدارنا ونصيبنا ممكن يكونوا قدامنا طول الوقت فعلا، لكن احنا مصرين ان احنا نجري ورا سراب. قبل ما تمشي ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب ولايك وشير الفيديو مع اصحابك اللي بيحبوا الافلام، واستنوا الملخص الجاي. سلام.